لكل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم، وحشني قوي يا رجاله. ونصايح الجوله اللي انتوا بتستنوها من الجوله للجوله علشان تعملوا عكسها. كل التشكيل اللي هقوله ده اكس، اعمل عكسه ابوس رجلك. كل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم. قال لك ده جنون الكوري يا عمو. انا هصعد ازاي الكاس؟ يعني انا هصعد حسن سير وسلوك ونشتري مانيو صلاح هيتألق فيرمينيو. خلونا نخش في الموضوع على طول. وفي نهاية الفيديو مفاجأة ولكل أهل العراق بالتحديد مفاجأة. خلونا نبدأ في الفيديو وخلونا نشوف التشكيل النهائي اللي أنا هلعب بيه، أو لو بتفكر في وايلد كارد تقدر تلعب بيه، هيفيدك في كذا جولة قدام. مبدئيا كده حبيب قلبي، في حراسة المرمى واحد هيقول لي بيكفورد، هقول له اوعى ده جايب لنص الناس الضغط والسكر. انا عرفت السنه دي، فهمت الانجلترا اصلا واقعه تمام، فبيكفورد اوعى. حلو. واحد هيقول لي اونانا، هقول له ما شاء الله كل جوله صفر. ممكن الجوله دي يشد حلوه هيقابلوا برايتون، فانا مش عارف. برايتون من اخطر الفرق اللي بتسدد على الجون، اللي عامله اكس واي ان جي، يعني بتعمل شويه احصائيات كده حلوه قوي. اكتر فريق حلو، اكتر فريق مسجل اهداف على فكره. ف مش عارف، مش حاسسها اونانا الجوله دي، مش عارف ليه. فانا شايف ان هفضل برضو مع ايدرسون. انا وراك يا ايدرسون، يعني لحد اما نشوف هنعمل ايه مع بعض. فانا مع ايدرسون يا جماعه. هيقابلوا وست هام خارج ارضهم، بعد كده نوتنجهام، بعد كده هيقابلوا الذئاب. 3 ماتشات الصراحه في اللوز يعني. فانا هجيبه لحد اما يعمل كلين شيت. بعد ما يعمل كلين شيت هبيعه. خط الدفاع انا دايما اقول لك العب ب3، دايما بكررها كل فيديو، العب ب3 بس، ما تزودش عن 3 مدافعين، لان الجون وحراسه المرمى كلهم بيجيبوا 4 نقط اساسا ده لو جابوهم. فابدا ب3 مدافعين، دول كويسين قوي. اول واحد كنت قايل عليه قبل كده هو كابتن روميرو بتاع توتنهام، بلعيب كويس جدا. شفته الماتش اللي فات كان متألق وبتاع، فانا ما زلت مصمم عليه. ماتشهم سهل، عندهم بعد كده ارسنال وليفربول، ماتشاتهم صعبه، بس هو مدافع كويس جدا وبيقدر يجي يخطف لك اسيست او جول، وسعره كمان كويس جدا. فانا شايف روميرو. مين تاني يا عم عبد الله؟ شوقتنا يا استاذ محمد، اللي حافل فايبر الهديه بتاع كل جوله، وهو كابتن تشيلول. ليه بقى تشيلول؟ انت على اخر الجوله ان شاء الله انت هتلاقي نفسك في حته تانيه. بيضيع انفرادات، يعني بيضيع الاسيستات، لعيب جميل، يعني بيضيع اقل ماتش بيضيع فيه انفرادين، ده اقل حاجه. وفريقه ما بيعملش كلين شيت، ماتشاتهم كلهم سهله. انا مش عارف بعد الماتشات الصعبه هتعملوا ايه، مش عارف تمام، بس انا شايف مازال ماتشاتهم سهله. فهات تشيلول برضو، يمكن واحده من الانفرادات دي يجيبها جون، فيمكن عشان ده لو جاب جون وعمل كلين شيت بقى هالاند خلاص. اما التالت وهو كابتن ساليبا، ارسنال ماشيه بشكل كويس جدا، ماشيه يعتبر زي السنه اللي فاتت، وانا شايف ان احسن كمان من السنه اللي فاتت مع النتائج الحلوه الصراحه اللي عاملينها. فارسنال فريق كويس جدا بيقدر يعمل كلين شيت. ساليبا من الناس المهمه جدا. واحد هيقول لي جبريال، واحد هيقول لي بن وايت، مش عارف ايه. انا شايف ساليبا اضمن واحد حاليا. فساليبا وسعره برضو كويس، وسعره برضو عمال يزيد، وماتشاتهم الجايه كويسه جدا، فلازم يبقى معاك مدافع من ارسنال، فانا هختار ساليبا. طيب هتلعب ايه يا عم عبد الله؟ هلعب برضو 3-5-2 زي ما بلعب كل جوله، او زي ما بقول لك 3-5-2 او 3-4-3، بس انا بفضل 3-5-2 لان خط النص من اكتر الخطوط اللي جايبه نقط الجولات اللي فاتت كلها عامه يعني. فانت مبدئيا كده عندك راشفورد، مش هتكلم بقى ب 8.9، عمال بيقل. ابني بيضيع يا جدعان. يا واد ارجع يا واد، عندك امتحان فيزياء يا واد ارجع، سعرك عمال بيقل يا ابني. طبعا انا بخسر كل جوله في راشفورد، مع انه هو بيحاول وبيسعى حبه عيني، بس مش الظروف مش سعفاه، فانا مش عارف راشفورد كتير. راشفورد دلوقتي ب 8.9، ماتشه كويس برضو، مش كويس قوي يعني. قبله برايتون الصراحه ماتش صعب، مش كويس بامانه يعني عشان ما اكدبش تمام. بس ان شاء الله يعني راشفورد يعني شرف ابوك،
مش هقول لك غير كده يا ابني. تاني واحد اللي بقوله دايما هو ساكا ابن الزميل مروان سري. فساكا جامد جدا، لعيب. بص هو لعيب جامد، مش ههري كتير، اهري عند حد تاني. مين التالت؟ ماديسون حبيب قلبي اللي مشرفني كل جولة، اللي رافع راسي والله العظيم. شكرا يا ماديسون، انا كنت عايز اجيبك من البري سيزون والله. شكرا، استمر بقى، الجولة دي استمر، يعني انا عايزك الجولة دي استمر بجد. تمام. ماديسون من اللعيبة الكويسة جدا، كورنرات بيرفع، اسيستات بيعمل، اكتر واحد بيعمل اسيستات في الفريق الصراحة. يقدر تلاقي الكرة فجأة بقت في رجله وبقى هو والجون ويجيب جون ما تعرفش ازاي، فتلاقي ماديسون متواجد كده هوبا خطف الكرة جابها جون. فماديسون بيعمل اسيستات الصراحة، بيشوط كورة على الجون، لا كل مدى بيثبت ان هو اجمد من الماتش اللي قبله. الرابع كابتن امبومو يا حلوة يا بطة، نبي حرسك يا اختي يا قطة. انا ليه قلتها كده؟ قلتها علشان في واحد كان كاتب لي في التعليقات قبل كده يا عبد الله انا ما بسمعش انت بتخطف الاسم، فانا غنيتها لك اهو يا حبيب قلبي. تمام، عشان تبقى مبسوط. ليه امبومو؟ ضربات جزاء، جسمانيا جامد جدا، انفرادات تلاقي وبيضيعها برضو. تمام. شوط تلاقي من بره ال 18 ومن جوه ال 18، شوط بره الجون كتير. انت مفكر الفيديو وقف؟ الله اكبر الله اكبر. واخيرا وليس باخرا، الدخيل الجديد عندنا قال لك جن جنون الكوري. يا عم اقعد بقى، يا عم اقعد. كابتن سون، العودة الحميدة للتشكيلة يا سون. تمام. هتعمل حاجة ولا هتقلب نوال الزغبي؟ هنرجع تاني عادي بقى. تمام. سون انت الوحيد يلا اللي بتسمع كلام ابوك يلا ومش مرتبط يلا. سون والنبي يا اخي، والنبي يا اخي ما مش ناقصة بالله عليك. انت ب9.1 دلوقتي، زدت 1 فجأة. والنبي يا سون عندك ماتشات صعبة بعد كده، بس خلينا يا اخي نفتكر الذكريات مع بعض، خلينا نعيشها سوا. اما خط الهجوم يا جماعة، هنبدأ طبعا بهالاند. تمام. وليه هالاند؟ لان هالاند حاليا بيمتلكوا 92%. انا مش عارف هالاند في علوم ولا داخل هندسة، فانا مش عارف ايه النسبة دي، انا مش فاهم يا جماعة. ال8% دول ايه؟ كحول؟ ال8% دول ايه؟ عشان الاعلانات؟ مش عارف مين ال8% دول اصلا. فاكيد ناس من اندونيسيا انا عارفهم، اللي هو الواد اللي عامل 3525 الف اكونت ده اكيد معاه ناس كتير قوي. جماعة انا بناء على طلب بعض الناس ان انا اسيب جاكسون علشان الواد يرجع يعرف يجيب يعني جوان تانية وكده. قال ايه بقى؟ مفكرين ان انا السبب يعني؟ يا عم اديني بعت جاكسون يا عم عشان تفتكر انه هيجيب جوان. ابقى قابلني يا ابني. جاكسون ده قال ايه انا السبب يعني؟ قال ايه انا اللي معطله في حياته؟ ماشي، اما نشوف يا عم جاكسون هيعمل ايه. تمام يا سيدي. بعنا جاكسون، جبنا مكانه مين؟ كابتن داروين كوكيز. كابتن داروين كوكيز بقى متألق بقاله فترة، ينزل ملعب دكة يتألق، يلعب اساسي يتألق، عامل لي فيها ايه؟ من حطب. فوريني هتعمل ايه. تمام، انت معايا اهو، وريني يا دكر هتعمل ايه. انا عايز صلاح يبقى الهداف، فانا جبتك. اما نشوف بقى ايه اللي هيحصل. بص يا نونز، انا عايز اسيستين. انا يا عم مش عايزك تجيب جوان، اعمل لي اسيستين انا راضي. اسيست وجون راضي يا عم، جون انا راضي. تمام. انا بقالي 4 جولات عمال انفخ في الواد مايكل جاكسون لحد ما حفظت كل رقصاته. انا ناقص اعمل عمليه في رجلي واشيل العظمه اللي بتخليني اعمل كده واميل لقدام دي. فبالله عليك يا نونز بقى، بالله عليك يا اخي ما تكسفناش. اسيستات لصلاح تمام، انا خايف بس تبقى دكه، بس ان شاء الله لا. واما نشوف يا عم
هنشوف ايه اللي هيحصل. طيب وبكده يا شباب اكون خلصت التشكيل بتاعي وهعيدهولك سريعا. في الجون إدرسون، في خط الدفاع تشيلويل، روميرو وساليبا. اما في خط النص ساكا، راشفورد، ماديسون، سون، امبومو يا حلوه يا بطه. اما في خط الهجوم فهالاند وكابتن نونيز. اختيارات الكابتنه ما فيهاش فكر، ما فيهاش الجوله دي، ما فيهاش. هتكابتن هالاند برضو، تمام؟ هتكابتن هالاند. معاك الفاريز، معاك بتنجانيز، فايس، ده كله في حرف الفي، دول ما يعدوش الفي. طيب ايه المفاجاه يا عم عبد الله اللي انت صدعتنا بيها وعايزين نعرف دي ايه؟ مبدئيا كده يا جماعه انا عايز اشكر كل جمهور العراق او كل واحد في العراق. ليه بقى؟ الناس دي اكتر ناس متابعاني بعد المصريين، بعديهم على طول السعوديين. طيب ثانيا فيهم ناس الصراحه بحسهم بيفرق معاهم قوي فيديوهاتي وبيقعدوا يبعتوا لي ومدخليني في كذا جروب، وليهم ناس الصراحه صحاب ليا جدا. ده مش معناه ان باقي جمهوري طبعا او بقيه الناس اللي في الدول التانية ان انا بعيد عنهم، لا بالعكس جدا. انا بحب اشكر كل الناس في كل الدول، بس بالاخص كنت عايز اتكلم عن العراق وعشان كده انا عامل لهم مفاجاه. في صديق عزيز ليا جدا وواحد من اكتر الناس اللي وقفت جنبي الصراحه في اليوتيوب في الفيسبوك، عرفتني بناس كتير، هو حيدر زراعه. اكيد الناس اللي في العراق اغلبيتهم عارفينه. فالراجل ده من الناس الاساطير يعني بالنسبه لي، او من الناس اللي انا بحبها جدا ومحافظ على صحوبيتها، وهو يعتبر من صاحبي يعني اخويا يعني حرفيا. فانا بحبه جدا وبحب اوجه له رساله من هنا واقول له وحشنا يا صاحبي وان شاء الله اشوفك قريب. فانا كنت بتكلم معاه واتكلمنا في كذا حاجه كده، فهو حرفيا بيتحداني بالتشكيل بتاعه قدام التشكيل اللي انا لسه قايله. تشكيل حيدر، اللي ما يعرفش حيدر يعني فانت لازم تتابعه ولازم تعرفه. للاسف ما عندوش قناه على اليوتيوب حاليا، بس باذن الله يعمل قناه قريب. هو عنده صفحته وعنده الجروب بتاعه اللي على الفيسبوك، هبقى احطه لك في الديسكريبشن، ابقى تابعه. بالاضافه الى كده فهو قال لي ان هو عايز يتحداني او نعمل فكره تحدي ما بيننا وما بين بعض، وانا الصراحه قبلت التحدي ما بيني وما بين زراعه، هو تحدي اخوي مش اكتر يعني. وهقول التشكيل بتاع زراعه وهنشوف مين اللي هيجيب ايه نقط اعلى من التاني. شباب ادعموني يا شباب علشان انا بلعب على القناه، يعني اللي هيخسر يا جماعه يخسر حاجه كبيره، فانا مش بلعب على اللي يشيل، انا بلعب على القناه، فيا رب وفقني. تشكيل حيدر زراعه، تمام. في حراسه المرمى حارس توتنهام فيكاريو، كابتن فيكتوريا سوكريت تهز جبال بس انت غني وقول موال. في الدفاع عنده هيلعب بثلاثه برضه، هيلعب بستوبينيان، تشيلويل، بين وايت ارسنال. اما في خط النص هيلعب بخمسه برضه، هيلعب بماديسون، ستيرلينج، سون، اندرياس بتاع فولهام، وميتوما. وفي خط الهجوم هيلعب بهالاند وخصوص ومكابتن هالاند. فهنشوف بقى زراعه مين اللي هيجيب نقط اعلى يا صاحبي. هتزعل مني، هتزعل مني جامد علشان انا بزعل يلا. ربنا يوفقك يا حبيب قلبي وبتمنى لك كل التوفيق، وباذن الله كل جوله نحاول نختار واحد من الجمهور وواحد يكون يوتيوبر او يكون معروف للناس ان احنا نتحداه. فجوله عن جوله هنشوف الموضوع ده، ولسه انا برتب له. فهي بدات مع حيدر زراعه، خاف مني. كل الناس اللي بتلعب فانتسي ركز بالله عليكم، هتشتري ماني الجوله دي هيتألق صلاح، هتبيع ماني وتشتري صلاح هيتألق ماني. طب ايه الحل؟ الحل يا جماعه عشان ماني وصلاح يرتاحوا نشتري ماني وصلاح، هيتألق فيرمينيو.